كيبدا الفيلم تاعنا مع كلاس غادي هو ولدو هوك كيدورو في الغابه كيقلبوا على شي فريسه معاهم بزاف تاع الرجال مخيمين حدا واحد الواد الخدمه تاعهم كيصيدوا الحيوانات ويحيدوا منهم الجلد من بعد يبيعوه. كانوا جالسين بخير وعلى خير حتى واحد راجل منهم كيتمجاي ما لابس والو. شويه كيبداو السهوم كيتشيروا عليهم بنادم كيطيح والاسهم ما عارفينهمش منين كيجيو. كلاس هو ولدو هوك كيكونوا بعاد ولكن كيسمعوا بان القرطاس كيطلق كيتموا راجعين كيجريو البلاصه فين سمعوا القرطاس. شويه كنعرفوا بان هادو اللي هجموا عليهم بالاسهم هما الهنود الحمر كيعتبروا راسهم باللي هما السكان الاصليين تاع امريكان. غادي يبداو كيدابزوا شي كيضرب شي. هوك غادي يقول لهم بلي خاصنا نهربوا لا بقينا هنا راه غادي يقتلونا كاملين. شي غادي يموت واللي بقى حي غادي يركب في الباطو. كلاس هو الوحيد اللي كان حافظ الغابه وحافظ النار حيت دوز فيها سنوات اللي طويله. كلاس غادي يقول لهم شوفوا من الاخر الوضع تاعنا راه خايب بزاف. الهنود الحمر راه غادي يتبعونا وغادي يقتلونا. خاصنا في اقرب وقت نخرجوا من هذا الباطو. هذا هو فيت اللي كنشوفو راك معاه في الباطو. غادي يقول كلاس اسكت انت ما كتعرف والو. خاصنا نبقاو في الباطو وهاد الجلد خاصنا نوصلوه للقريه تاعنا. واش انت حماقيتي؟ الكابتن تاع هذا الباطو الصغيور غادي يقول لفيت كلاس عارف مزيان اش كيجي وغادي نتبعوا الهضره تاعو. كيبان لنا بلي بزاف الناس اللي معاه في الباطو بواحد غادي يبداو كيموتوا. شويه كيبانوا لنا الهنود الحمر البلاصه فين كانوا سيطروا عليها خدوا داك الجلد اللي بقى وحرقوا الشجر. في هاد الوقيته غادي يوصلوا لواحد البلاصه غادي يحطوا الباطو وغادي يبداو كيخرجوا العيودان وكيخرجوا كاع داك الجلد اللي كان عندهم. كلاس غادي يقول لهم شوفوا هادشي كاملو ما يمكنش نهزوه معنا دابا ثقيل غادي يعطلنا بزاف. غادي نخبيوه دابا في شي بلاصه حتى من بعد ونرجعوا ليه نكونوا كتار ومسلحين. اما دابا لا بقينا هزينو معنا راه غادي يقبضونا الهنود الحمر. داكشي اللي غادي يجير للقبطان غادي يقول لهم سمعوا عاوتاني كلاس ويلا نهربوا في حالنا للقريه. فيت ما كانش حامل هادشي كان حاقد على كلاس. علاش الكابتن كيسمع الهضره تاع كلاس علاش ما يسمعش الهضره تاعي انا؟ شويه غادي يبان لنا بلي داك الباطو اللي كانوا هازينو تلقوه يمشي في الواد. بين الهنود الحمر كانوا تابعين الباطو فاش غادي يوقف في واحد البلاصه وغادي يشعلوا فيه العافيه يعني تابعينهم. شويه كيبان لنا باللي غاديين وسط الغابه. كلاس يقول لهم شوفوا انا عارفه واحد الطريق اللي غادي توصلنا في سيمانه. الشتا كتصب عليهم وعياو شويه غادي يستراحوا. كلاس ما استراحش خرج كيقلب تماك كيدور كيشوف واش الهنود الحمر تابعينهم. هو هز ديك المقحله تاعو كيشير بها شويه واحد الدبه كبيره عملاقه غادي تطلع عليه. غتبدا كتهنشر فيه تلاحت ليه على يديه وعلى رجليه واي بلاصه فيها اللحم كتاكلها. نعساتو على كرشو وبدات كتاكل ليه في ظهرو. كلاس عارف راسو باللي هاد الدبه هادي ما غتلقوش حيه غادي يمثل عليها ويجي راسو بانه مات واخا كان كيتالم بزاف. الدبه غادي تقرب من وجهو غتحس بانه بحال لا مات حيت هي عندها وليداتها وخايفه على وليداتها. مي بان ليها بانه مات مابقاش كيتحرك. الدبه غتمشي في حالها وهنايا كلاس ما قدش انه يوقف ما قدش انه يهرب. غادي يبدا كيحبو كيقلب على ديك المكحله تاعو مع غادي يوصل لديك المكحله تاعو وغادي يهزها. الدبه عاوتاني جافتو غادي تم جايه كتجري عنده ولكن كلاس غادي يشير واحد القرطاسه وغادي تضرب ليها في راسها. طبيعه الحال الدبه عملاقه بزاف قرطاسه ما غادير ليها والو بدات حتى شي حاجه غادي تطلع عليه عاوتاني وغتبدا كتنهنشر فيه. غتبدا كتعض ليه رجليه وكتعض ليه يديه. شويه كلاس لقى الحل الوحيد هو انه عاوتاني يجي راسو ميت. فاش دار راسو ميت الدبه عاوتاني كصحابها واش مات. غتبعد منه شويه وهو غادي يلقى الفرصه باش يجبد واحد الموس كبير عنده الموس غادي يبدا كيضربها الكرشه كيضربها الدبه ضربات بزاف في كرشه. غادي يبداو كيدوروا بجوجهم كيدوروا غادي يطيحوا بجوج من واحد الجبل. الدبه غتكون مات وكلاس غادي يقدر يكون نجا ولكن كله مبليسي. ديك القرطاسه اللي ضرب المكحله خلى صحابو اللي ناعسين حداه يسمعوها فاقوا وبداو كيقلبوا عليه وغادي يلقاوه وغادي يبداو كيداويو فيه. ولكن الجروح اللي كانوا فيه كانوا خطيرين بزاف. فيه واحد جوج ضربات يعني في ظهرو كبار وفيه ضربه اللي في قرجوطو هي اللي كانت خطيره بزاف. هوك بقى فيه باه بزاف فاش جابوه في ديك الحاله خافوا انه لا يموت. غادي يبدا كيطلبهم انهم يعاونوه يخيطوا ليه دوك الجروح ويداويوه. المشكل هما انهم كانوا خايفين بزاف حيت القرطاسه تلقات ويقدر الهنود الحمر يكونوا شي بلاصه قراب ويسمعوا هاد القرطاسه وتمو جايين ليهم. شي وحدين غادي يبداو كيداويو كلاس والاخرين غادي يتفرقوا في الغابه وبداو كيشوفوا واش الهنود الحمر جايين ولا لا. من بعد كيبان دوك الهنود الحمر فرحانين مع راسهم ضربوا الغنيمه خدوا الجلود وخدوا اللحم ومشاو يبيعوهم لشي فرنسيين. شويه كيبان كلاس مسكين ناعس بحال الميت ما كيتحرك ما والو. خيطوا ليه وداويوه وكيبان محال واش غادي يعيش. السيد ما كيتحركش صحابو ما غيسامحوش فيه غادي يتعاونوا معاه غادي يصيبوا ليه واحد اللعيبه بالعود باش يقدروا انهم يهزوه وغادي يبقاو غاديين به. ولكن المشكله هو انهم كان كيعطلهم بزاف. غادي يوصلوا لواحد البلاصه فيها الغابه والثلج وهنايا بطبيعه الحال الكابتن غادي يفكر انه يقتلوه. قال لهم باللي هذا محال واش غادي يعيش غادي يعطلنا وغادي نوليو حنا كاملين ميتين. الهنود الحمر راه جايين في الطريق والسرعه تاعهم اكثر من السرعه تاعنا.
غادي نديروا ليه قتل رحيم بالمكحله، غادي نهنيه هو من هذا العذاب وحتى حنا غادي يهنينا من هذا العذاب اللي هازين معانا. الكابتن اللي كان سميتو هنري غادي يهز ديك المكحله تاعو وغادي يحطها ليه على راسو شويه، غادي يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اش كندير، غادي يقول لهم صافي غنخليوه عايش معانا، ما قدروش نسامحوه في كلاص. كابتن هيرني غادي يقول لهم شوفوا حنا غادي نخليوه حي ولكن ما غادي نتيش معايا انايا، اللي بيبقى معاه غادي يشد 100 دولار، وفي ديك الوقيته 100 دولار راه شي حاجه اللي كثيره. بطبيعه الحال اول واحد غادي يبغي يبقى مع كلاص هو ولده هوك، غادي يقول لهم بلي انا غادي نبقى مع با. هوك كان معاه واحد صاحبو سميتو جين حتى هو غادي يقول انا غادي نبقى مع صاحبي، ولكن الكابتن غادي يقول لهم ما نقدرش نخلي جوج دراري صغار بوحدهم، خاص يبقى شي واحد اخر الثالث معاهم. هنايا فاش فيت غادي يقول الكابتن بلي انا غادي نبقى مع جوج براش، ولكن ما بغيتش 100 دولار، بيتك تعطيني 300 دولار. غادي يبقاو بثلاثتهم مع كلاص باش يعتقوه. في العشيه كيبان لنا كلاص ناعس وميز ما كيتحركش، كيرجع بالزمن لور وكيحلم الوقيته فاش كان مع مرتو شحال كان هو فرحان بزاف. هنا غادي نعرفوا بان كلاص كان كيبغي مرتو بزاف ومرتو مات. غادي يصبح الصباح وتبان الشمس. في هذه الوقيته الدراري الصغار بجوجهم هوك وجيم غادي يمشيو للواد بداو كيصيطوا الحوت. هنايا فيت غتجي الفرصه المناسبه انه يقتل كلاص حيت معطلهم بزاف ولا بقاو كيعاونوه ويهزوه. الهنود الحمر غادي يوصلوا لهم، غادي تحضر عنده وغادي يبدا كيدوي معاه، غادي يقول ليه اش بالك نقتلك ونهنيك من هذا العذاب اللي فيه دابا انت، الا بقيتي معانا وبقى الهنود الحمر غادي يجيو لينا وهكا ولدك غادي يموت. اش ما احسن تموت انت وولدك ولا تموتي انت بوحدك؟ كلاص ما تيقدرش يدوي. غادي يقول ليه فيت شوف الا بغيتي نقتلك رمش بعينيك. كلاص غادي يرمش بعينيه. هنايا غادي يعرفوا بانه بغى يموت. غادي يربطوا مزيان باش انه يكون كيخنقو ما يبداش كيتركل. غادي يبدا كيخنقو مزير عليه بيديه على وجهه. شويه فيت غتجي واحد الضربه من اللور، ولدو هوك ضربو وقال ليه اش بغيتي من با تفرق منه اش بغيت تقتلوه. غادي يهز ديك المكحله وغادي يقول ليه بدا نقتلك انا، بغيت تقتل لي با انا غادي نقتلك. وغادي يبدا كيعيط لصاحبو جيم اللي كان بعيد. فيت كان متريني بزاف وكبير على هوك، غادي يقدر انه وحيد ديك المكحله وغادي يجبد واحد موس وغادي يبدا كيخشري هذاك الموس في كرشو. بدا كيضربو حتى قتلو. وكلاص قدام عينيه كيشوف ولدو كيموت. تخيلوا معايا بانه كيشوف ولدو كيموت قدامه وما قدر يجي والو. فيت غادي ياخذ هوك وغادي يدفنو في واحد البلاصه اللي بعيده. فاش غادي يدفنو كان راجع انه يقتل باه، ولكن غادي يلقى جيم باللي وصل. الدري مخلوع بزاف وتيقلب على صاحبه هوك فينا هو. كلاص بيحاول انه يقول ليه بلي راه قتلو فيت ولكن ما تيقدرش يدوي. السيد يعني فمو تقال عليه. ولكن فيت من بعد ما دفن الدري غادي يمشي عند صاحبه وغادي يقول له شوف صاحبك راه هرب، ما قدرش انه يبقى معانا، خاف بزاف من الهنود الحمر اللي يجيو لينا، هادشي علاش هرب وشتو بعينيه. جيم غادي في الغابه كيعيط هوك فينك هوك ولكن ما غيلقاش. غادي يعسو ديك الليله ومع الصباح بكري فيت غادي يمشي عند جيم وغادي يقبض ليه فمه وغادي يقول ليه ما تحركش، 20 من الهنود الحمر جايين من جهتنا. جيم تيق الهضره اللي قال ليه وصحابو نيت واش جايين. قال ليه اش بغينا نديرو دابا الكلاص خاصنا نهزوه معانا. قال ليه ما يمكنش الهنود الحمر جايين، الا فتنا هزيناه راه غادي يقبضونا. المجرم تاع فيت غادي يتم ديريكت غادي عند كلاص وغادي يجرو من رجليه وغادي يدفنو في واحد البلاصه حي وحتى تحته واحد القرعه تاع الشراب. وعقلوا مزيان معايا على هاد القرعه حيت عليها داير هاد الفيلم كامل. غادي يهربوا بجوج وغادي يخليهم مدفون لراسو وغادي يبقى ناعس تماك لمده 24 ساعه. كلاص هنايا غادي يبدا كيتحرك، غادي يخرج من ديك الحفره. كان الغرض تاعو كامل من هادشي ينتقم من هذاك اللي قتل ليه ولده. غادي يتم غادي كيحبو حتى غادي يمشي عند ولده، ولكن فاش غادي يقرب ليه وغادي يحط راسو عليه غادي يعرف بانه مات. اخوان والاخوات قبل ما نكملوا القصه تاع اليوم خليونا لايك وكومونتير واشتركوا باش وقت ما نحنا شي فيديو يوصلكم. بغيت نقول لكم بلي هذا الفيلم تاع اليوم مستوحى من قصه حقيقيه، قصه اللي كانت وقعت في 1825. الدري جيم غادي يكون ناعس وكيفكر كيفاش هذا قال لي بلي 20 تاع الهنود الحمر جايين بغاو يقتلونا وحنايا من قبيله وحنا ناعسين. غادي ينوض يدوي معاه وقال ليه واش بصح 20 واحد من الهنود الحمر كانوا تابعيننا ولا لا. الدري غادي يهز المقحله وغادي يحطها ليه فوق راسو وغادي يقول ليه قول لي الصراحه. فيت غادي يقول ليه الصراحه ما كنخايف من حتى شي حاجه. غادي يقول ليه ما كاين لا هنود حمر لا والو، انا درت هكا باش ندفنو هذاك ما عنده باش ينفعنا. من بعد فيت غادي يزرب عليه وغادي يحيد ليه المكحله وغادي يضربوا بها الكرشو. الدري غادي يطيح للارض هو قاعد في كرشو. غادي يزد عليه المكحله ولكن ما غيقتلوش، ما كانش بغى يقتلو حيت صعيب انه يمشي بوحدو في هذه البلاصه اللي فيها الثلج والجبال. هادشي علاش غادي يخليه معاه حي. كلاص غادي يودع ولدو لاخر مره وغادي يبدا كيدور تما كيقلب على شي حاجه ياكلها. غادي يلقى واحد الجلد واحد الفارو كبير تاع ولدو وغادي يتغطى به. من بعد غادي يبدا غادي كيحبو حتى غادي يلقى واحد الفريسه ميته باقي فيها شويه تاع اللحم في العظام. غادي يبدا كياكل داك اللحم باش يتقود. كلاص غادي يبعد واحد شويه على البلاصه فين دفن. الهنود الحمر في هذه الوقيته غادي يكونوا وصلوا لبلاصه في كان كلاص مدفون. غادي يمشيو للجثه تاع ولدو وغادي يشوفوها. الهنود الحمر غادي يعرفوا انهم باللي غادي في الطريق الصحيحه وقريب غادي يقبضوهم. المشكل هنايا هو ان كلاص ما كانش بعيد بزاف، كان حدا الواد وكيشرب الماء. غادي يشعلوا واحد العافيه باش انه يكوي الجرحه اللي كانت ليه في عنقه. كلاص من بعد هادشي غادي يفقد الوعي وغادي ينعس. كيبينوا لنا بان
الكابتن باقي غادي مع الرجال تاعو، باقي ما وصلوش للقريه فين ساكنين. الصباح غادي يصبح وكلاص غادي يفيق. اول حاجه غادي يجي هي غادي يقوت راسو، غادي ياكل واحد الربيع كان تماك. شويه غادي يسمع الصوت تاع الهنود الحمر جايين. مصيبه هادي، مشكله هادي. غادي تخبى تحت واحد الصخره تماك، ولكن الهنود الحمر كانوا برقاقه بزاف، غادي يقدروا انهم يعرفوه مخبي، وغادي يبداو كيتشيروا عليه بالنبل. هنايا كلاص غادي تلح في داك الواد، وكان عنده الزر بان الواد داك النهار كان حامل. غادي يجروا بالجهد وغادي يبعدوا عليهم، هما غادي يبداو كيتشيريو وكاع داك النبل ما كيجيش فيه. كلاص غادي يجروا الواد بعيد عليهم، وغادي تجي واحد البلاصه كاين الشلالات. كلاص كان مزهار، غادي يلقى واحد الشجره كبيره وسط داك الواد، وغادي يقدر انه يخرج من هذا الواد. من بعد غادي يبان جيم وفيت وصلوا واحد القريه تاع الهنود الحمر، وكيبان بان كلشي ميت. جيم كتبان ليه واحد السيده كبيره في العمر باقا عايشه بوحدها في هذه القريه، غادي يمشي عندها وغادي يبغي يعاونها. هاد السيده كانت من الهنود الحمر، غادي يعاونها ويعطيها الماكله، وما غاديش يقول لصاحبو فيت بانها باقا عايشه، حيت لا عارفه عايشه غادي يقتلها، حيت هو ما كانش كيحمل الهنود الحمر. من بعد غادي يريحوا في واحد البلاصه وغادي يبداو كياكلوا شعلوا العافيه. فيت غادي يبدا كيعاود الجيم على اش دوز، شحال من واحد قتل من الهنود الحمر وشحال هو ما كيحملهمش. فهاد الوقيته غادي يكون كلاص فاق، غادي يبدا كيدور تما كيقلب على ما ياكل. غادي يمشي لواحد النهر وغادي يصيد واحد الحوته، كان ديك الحوته خضراء. من بعد غادي يطلع للفوق وبدا كيقلب على شي حاجه ياكلها، يدبر على شي طوير ولا شي حاجه ما يسد داك الجوع تاعو. غادي يطلع للفوق وغادي يقول الله على خير. غادي يبانوا ليه بزاف تاع الحيوانات كيجريو وتابعينهم الدياب، وكان هو بخير وعلى خير وعنده السلاح باش يصيد يكون براه مع راسو، ولكن كيبقى كيجوف وما عنده ما يجيه. الخير دايز من حداه وهو هي كيجوف بعينيه. هادشي غيطلع عليه الدم بزاف وغادي يخلي انه يفقد الوعي تاعو. غادي يفيق وغادي يبدا كيدور راسو. شويه غادي يبان ليه شي واحد شاعل العافيه من البعيد. في الاول ما قدش انه يمشي، غادي يبدا كيحبو تدور الدم في راسو. شويه غادي الدم غادي حتى غادي يوصل ديك العافيه. السيد اللي كان كياكل في داك اللحم الخضر غادي ينوض وغادي يبغي يضرب كلاص، ولكن كلاص غادي يهز يديه وغادي يقول ليه بلي انا راه فيا الجوع، جيت عندك كيفاش ناكل. السيد غادي يشفق عليه وغادي يرمي ليه واحد اللحمه خضراء. غادي يباتوا بجوج مع بعضياتهم، والغديه داك السيد غادي يفيق وغادي يطلع على ظهر كلاص وغادي يقول ليه راه الجرح هذا راه بدا كيخماج، الا خليتيه بحال هكا راه غادي يقتلك. كلاص غادي يعاود القصه تاعو بلي واحد الديبه هجمت عليه ضرباتو كانت تبغي تقتلو. من بعد لقاو صحابو تخلاو عليه وقتلوا ليه حتى ولده. السيد اللي كان معاه حتى هو غادي يعاود القصه تاعو، غادي يقول ليه بلي الهنود الحمر هجمونا على القريه تاعنا وكاع الناس اللي كنعرف ماتوا، عائلتي وخوتي وولادي ومرتي كلهم قتلوهم الهنود الحمر، ودابا انا جاي هنا كنقلب عليهم باش ننتقم منهم. هاد السيد كان طيب بزاف، غادي يتي معاه كلاص وغادي يطلعوا فوق العود تاعو وغادي يقسم معاه الماكله والشراب. من بعد جيم وفيت كيبانوا لنا بلي راكبين في عودان، كل واحد في عود. هاد العودان لقاوهم في ديك القريه اللي كانت مدمره، هزوا ديك العودان وتموا غاديين بهم. كيبان لنا بانهم وصلوا للبلاصه فين ساكنين. غادي يدخلوا ديريكت عند الرئيس تاع القريه وغادي يبدا فيت كيعاود ليه اش وقع، بلي راه تبعوهم 20 من الهنود الحمر ولقاو بلي ما عندهم ما يديروا الكلاص هي انهم يدفنوه. غادي يسولهم على ولده فين هو، غادي يقول لهم بلي شفتو بعينيا حتى هرب. جيم كان جالس حداه وعارف بلي كاع داكشي اللي كيقول فيه كذوب، ما قدر انه يدير حتى شي حاجه ولا يقول شي حاجه. الرئيس تاع القريه غادي يهز 300 دولار غادي يعطيها لفيت. من بعد غادي يهز 100 دولار وغادي يعطيها لجيم، ولكن الدري جيم ما غيشدهاش. جيم غادي ينوض يمشي في حاله، وفيت غادي يقول الرئيس تاع القريه بان راه طلع عليه الدم حيت خلينا كلاص تماك. طبيعه الحال كاع الهضره اللي قال فيت الرئيس تاع القريه كانت كذوب. من بعد كيبان لنا بان داك السيد اللي كان مع كلاص كيجمع شي عشوب باش انه يداوي داك الجرح اللي كان في الظهر تاعو. من بعد كيبان لنا بان داك الراجل ركب كلاص بوحدو فوق العود، حيت كلاص غيب وما قدرش انه يوقف. غادي تحليه من العود حيت كلاص ما قدرش على داك لاكلاص اللي كان ثلج بزاف والبرد. السيد غيدير معاه مزيان، غادي يصايب ليه واحد العشا وغيدير ليه العافيه باش انه يسخنو وميبقاش فيه البرد. غادي يجمع ليه الحشوب وغادي يبدا كيداوي ليه داك الجرح اللي كاين في ظهرو. كلاص عاوتاني غادي يبدا كيحلم بولده بانه مشى عنده وعنقه. شويه غادي يفيق من هاد الحلمه هادي، ولكن فاش غادي يهز راسو للفوق غادي يتصدم. غادي يلقى بان داك السيد اللي عاونو ودار فيه هاد الخير كامل شنق راسو. شويه كلاص غادي تم غادي حتى غادي يرد البال بان شي وحدين حداها قدام كانوا سكرانين وما عاقلينش على راسهم اش كيديروا، ومعاهم واحد البنت. فاش غادي يقرب لهم مزيان غادي يعرف ديك البنت باللي من الهنود الحمر خاطفينها ليهم، وديك البنت هي بنت الرئيس تاع الهنود. واحد من هادوك غادي يجر ديك البنت وغادي يبغي يتعدى عليها، ولكن كلاص غادي يجي ليه من اللور وغادي يحطيه الفرجي على راسو. غادي يعطي ديك البنت واحد الموس وغادي تبدا كضرب في هذاك اللي كان كيتعدى عليها. من بعد كلاص غادي يمشي يطلق كاع دوك العودان اللي كانوا تماك، غادي يركب واحد من دوك العودان والعودان الاخرين كاملين غادي يتبعوه، والبنت اللي كانوا قابضينها غتهرب من الجهه الاخرى وما عرفوهاش منين دازت. كلاص غادي يقدر يهرب مع كاع دوك العودان، وفي هاد الوقيته غتكون طاحت ليه ديك القرعه تاع الشراب. من بعد غادي يبان لنا بلي اليوم هو راس العام، الكريسميس عندهم كلشي فرحان وكيشرب الا جيم جالس في الجن وطلع عليه الدم. من بعد كيبان لنا كلاص بلي مريح في واحد البلاصه شاعل العافيه وهز الفرجي تاعو متوتر خايف ان هادوك يجيو يقتلوه. غادي ينعسوا مع الصاحب بكري غادي يفيق على الصوت تاع الهنود الحمر بلي عودان جايين كيجريو. غادي يهز الفرجي تاعو وغادي يبدا كيتيري عليهم. غادي يركب فوق العود تاعو غادي يتم غادي كيجري وهما غادي يتبعوه بزاف تاع العودان. غادي يخرج ديك المكحله وغادي يبدا كيشيري عليهم وهما من الجهه الاخرى كيتيروا عليه بدوك النبال.
بالي غادي يكونوا بزاف، العدد تاعهم كثير بزاف. هادشي اللي غادي يخلي كلاص انه يتلف وما عارفش منين يمشي. الحل الوحيد هو انه يتلاح من الجبل، غادي يتلاح من واحد الجبل اللي عالي، والزهر اللي عنده عاود ثاني هو انه غادي يضرب في الشجره وما غاديش يموت. الشجره اللي يضرب فيها غادي تنقص من ديك السرعه باش كانت تلاح، وغادي تلاح في واحد البلاصه اللي فيها الثلج رطب. غادي يلقى بان داك العود الابيض اللي كان راكب فوقه مات. المنطقه فين طاح دابا بارده بزاف وفيها الثلج. غادي يلقى الحل الوحيد هو انه يحيد حوايجه ويحل كرش على داك العود ويتخشى وسط العود، حيت الهنود الحمر شويه وغادي يوصلوا لقاو تماك غادي يقتلوه. شويه كيبان لنا بلي كلاص مشى لواحد الكهف وكتب بان فيت قتل لي ولدي، دابا انا عايش باش ناخذ حقي. شويه كيبان لنا بلي الكابتن وصل للقريه تاعو، ولكن المشكله هو ان الكابتن كاع الرجال اللي كانوا معاه اللي 10 ماتوا كامل. الشاف ما بقى شاف، رجع بلا رجال وبلا حتى شي حاجه. الرئيس تاع القريه غادي يكون طار عليه الدم بزاف، غادي يقول لي فين هما الرجال اللي كانوا معاك، غادي يقول لهم بلي شي وحدين ماتوا بكثره البرد وحد اخرين طاحوا من واحد الجبل وبقيت غير انا بوحدي. الرئيس غيطلع عليه الدم من هذا الشيء، وهنايا الكابتن غادي يطلب من الرئيس انه يعطيه الماكله. غادي يقول ليه ما كاين ماكله، انت خراجه اللي بغيتي الماكله خلصها. غادي يقول ليه ما عندي حتى شي حاجه من غير هذه القرعه هذه، وغيجبد ليه القرعه اللي كان هز معاه كلاص. باش غادي يحط ديك القرعه فوق الطبله كلشي غادي يبدا كيجوف فيها. فيت حتى هو كان تماك وفاش جا تصدم. جيم غادي يقول ليه شوف اما كلاص باقي حي او لا ولده، واحد فيهم باقي حي. الرئيس تاع القريه غادي يشنق على الكابتن وغادي يقول ليه فين لقيتي هذه القرعه هذه، غادي نعاد ليه البلاصه بالضبط فين نلقاها. بزاف تاع الرجاله من القريه اللي العدد تاعهم اكثر من 20 واحد غادي يركبوا فوق العودان وغادي يتسلحوا باش انهم يمشيو يقلبوا البلاصه اللي قال لهم يشوفوا واش كاين كلاص ولا ولده. فيت كان عارف الحقيقه بانه مات حيت قتلوا بيديه، ولكن كلاص هو اللي باقي حي. والمشكل لا كان كلاص باقي حي راه عارفوا بانه هو اللي قتل ليه ولده. لفتوا تلقاو هذا الرجال وجابوه راه غادي يقتلوه هو. بالليل الرجال كيدوروا في واحد الغابه حتى غادي يبان لهم كلاص جاي، ما تيقوش انه باقي حي، وحتى جيم كيجوف فيه وكان مصدوم. كيفاش كلاص اللي ما كانش انه قادر حتى يدوي باقي حي وجاي على رجليه دابا وصل لهاد البلاصه اللي قريبه للقريه. الرئيس تاع القريه كان مع هذا الرجال غادي يهبط وغيدوي مع كلاص، وكلاص غادي يعاود ليه كلشي وغادي يقول ليه باللي فيت قتل لي ولدي. هنايا الرئيس تاع القريه غادي يركب فوق العود تاعو وغادي يرجع بالزربه للقريه فين ساكنين باش انه يتفاهم مع فيت. غادي يبدا كيدور في القريه وهز المكحله تاعو، كون شافوه غادي يقتلو حيت فيت كذب عليه بزاف. بدا دار هنا ما لقاش، ما عرفوش فين مشى. غادي يلقى واحد صاحبو اللي كان قريب ليه بزاف، غادي يحط ليه المكحله فوق راسو وغادي يقول ليه قول لي فين هو صاحبك فيت. هنايا باش غادي يقول ليه الصراحه، غادي يقول ليه باللي فيت راه هز حوايجو هرب وقال لي باللي غادي يمشي لتكساس. الرئيس تاع القريه غادي يمشي للدار تاعو اللي كان تماك الوسط وغادي يلقى بان فيت دخل ليه البيت تاعو وشفر ليه كاع الفلوس. هنايا غادي يطلع ليه الدم بزاف وغادي يلقى بان دوك الرجال اللي كانوا خارجين للغابه رجعوا للقريه وجابوا معاهم كلاص. الرئيس تاع القريه غادي يمشي يديك الجيم وغادي يعطيه قط لوجهه، غادي يقول ليه حتى انت كتبشي علينا. غادي يحط ليه المكحله على راسو وغادي يقول ليه شهد. شويه كيبان لنا كلاص بانه جا عنده واحد الطبيب وبدا كيداوي ليه دوك الجروح تاعو. الرئيس تاع القريه غادي يدوي مع كلاص، وهنا كلاص غادي يقول ليه الصراحه، غادي يقول ليه شوف الدري جيم صاحب ولدي راه ما عرف حتى شي حاجه، فيت هو اللي قتل لي ولدي قدام عينيا، اما الدري جيم يخرجوا من الحبس راه ما دار والو. غادي يقول ليه منين ما داير والو علاش خلى ان فيت يدفنك. هنايا كلاص غادي يقول ليه بلي راه فيت كذب عليه وقال ليه بلي 20 من الهنود الحمر جايين، هادشي علاش خلاه انه يدفني. كلاص في الوقيته غادي يطلب الرئيس تاع القريه انه يعطيه عاود يكون دريني مزيان واقف على الصح وشي فرجي باش انه يتبع فيت يقتلو. ولكن رئيس القريه غادي يقول ليه لا انت باقي عيان بزاف ما يمكنش لك تخرج في هذه الحاله. داك النهار غيدوزو كلاص غادي يستراح وغادي ياكل مزيان وغادي ينعس، والغد ليه غادي يفيق وغادي يدوش. من بعد غادي يوجد انه يخرج باش يقلب على فيت. الرئيس تاع القريه غادي يقول ليه بلي غادي يمشي معاك ضروري. غادي يخرجوا بجوج وغادي يمشيو الطريق تاع تكساس. باش غادي يتبعوا هاد الطريق غادي يلقاو اثار تاع عود، يعني فيت ما غاديش على رجليه غادي في عود. هادشي اللي غادي يخليهم انهم يمشيو بسرعه كبيره باش يقبدوه. باش غادي يظلم الحال غادي يتخشوا في واحد البلاصه وغادي يستراحوا. النهار الثاني غادي يوصلوا لواحد البلاصه فيها جوج تاع الطرقان. هنايا غادي يقرروا انهم يتفرقوا. كلاص غادي يوصل لواحد البلاصه غادي يلقى اثار تاع عود، ومن بعد غادي يزيد لقدام غادي يلقى بان شي واحد بحال كان شاعل العافيه تماك، يعني هذه الطريق اللي كان غادي فيها فيت. اما من الجهه الاخرى كيبان الرئيس تاع القريه خرج من ديك الغابه من داك الشجر ووصل لواحد البلاصه شويه غادي يبان ليه فيت هز عليه المكحله. فيت غادي يبدا كيسب الرئيس تاع القريه وغادي يقول ليه كيفاش واحد حاكم الاف تاع الناس خارج كيقلب عليا انا اش بيتي مني. الرئيس تاع القريه غادي يقول ليه بلي انا جاي على قبل فلوسي اللي شفرتي ليه. شويه الرئيس تاع القريه بالزربه غادي يخرج المكحله اللي عنده وغادي تيري على فيت. هاد الوقيته كلاص غادي يسمع الصوت تاع القرطاس، غادي ينوض العود تاعو غادي يمشي لبلاصه فين كان الصوت. باش غادي يوصل غادي يتصدم، غادي يلقى بان الرئيس تاع القريه ميت، وغادي يلقى بان الثلج كيرتاح من واحد الجبل. هنا غادي يعرف بان فيت مشى في ديك الطريق. طبيعه الحال ما يمكنش يخلي الرئيس تاع القريه تما، خاصو يديه معاه باش يدفنوه تماك في القريه. غادي يحط الرئيس فوق العود وغادي يمشي الطريق فين كان غادي فيها فيت.
شويه غادي يوصل لواحد البلاصه وغادي يهرس واحد الشجره وغادي نعرفوا بالضبط علاش قطعوا بهذه الطريقه هذه. غادي يركب فوق العود وغادي يكمل الطريق تاعو. شويه غادي يبان لنا فيت هز المكحله تاعو ومشير على كلاص، غادي يضربو من بعيد وغادي فيه الضربه وغادي يطيح من بعد. غادي الدم غادي عنده، وفاش غادي يقرب حداه غادي يبدا كيتيري كيعرف بانه صافي السيد راه غادي يكون تصفى مات. فاش غادي يوصل وغادي يهز هذيك الجاكيطه تاعو اللي مخبي بها على البرد، غادي يلقاو واحد العود، وهنايا فاش غادي تصدم غادي يعرفوا باللي هذا ماشي كلاص، هذا هو الرئيس تاع القريه. داك العود يدير ليه في دارو ولا مخلي انه واقف وكيبان بحال انه حي وهو اللي سايق العود. كلاص غادي يكون هو اللي جالس اللور في العود ومخبي. فهاد الوقيته فاش كان فيت كيشوف الرئيس تاع القريه، كلاص غادي يخرج من العود اللوراني وغادي تيري عليه والضربه غادي تجي ليه في كتفو. فيت ما غاديش يموت، غادي يهرب وغادي يتم تبعو كلاص. من بعد بجوجهم غادي تيوحوا من واحد الجبل، بجوجهم المكحلات تاعهم تلفوا عليهم. فيت غادي يبدا كيطلف في كلاص وقال ليه بلي انا ما كنتش بين نقتل لك ولدك، انت اللي قلتي لي قتلني، وفاش كنت نقشك ولدك جافني وجا كيجري عندي وهكا تعصبت وقتلته. ولكن كلاص ما كيسمعش الهضره هذه، غادي يجبد واحد المقده وغادي يطلع عليه وغادي يبدا كيضرب وجهه كتفو. فيت غادي يجبد واحد الجنويه وغادي يبداو بجوجهم كيدابزوا وكيتغاوتوا. غادي يبدا كيطلبوا فيت وغادي يقول ليه بلي الهنود الحمر غادي يسمعونا وغادي يجيو لينا، ولكن هو ما مسوقش لهذا الشيء، هو باغي ينتقم، ما بقاش كيهمو حياته، هو باغي ينتقم من ولده. غادي تهمو حتى شي حاجه في الحياه من غير انه ينتقم من ولده. غيزرب عليه وغيبدا كيضربو بالموس، غيضربو شي وجهه وجهه رجليه، ولكن كلاص ما غيسكتش، غادي يحيد هذاك الموس وغادي يخشيه ليه في كرشو. شويه غادي يحكموا كلاص وغادي يبدا كيقجو، وفيت غادي يبدا كيطلبوا. غادي يهز كلاص وجهه للفوق وغادي يبان ليه بلي الهنود الحمر وصلوا، سمعوا الصوت تاعو، كيشوفهم جايين وما بغاوش يقتلوه، بحال كيشوفوا فيه بحال كيعرفوه. غادي يرمي ليهم فيت في الواد. الهنود الحمر غادي يقبضوا فيت وغادي يقتلوه، غادي يدوزوا من حداه وما غيديوهاش فيه. شويه غادي يعرف بلي البنت اللي عتق معاهم وهي اللي قالت لهم ما تقتلوش، راه هذاك راه عتقني. هذيك البنت اللي عتق هي بنت الزعيم تاع الهنود الحمر. من بعد كلاص غادي يرجع للقريه وغادي يولي هو الرئيس تاعهم. نهايه تاع الفيلم تاع اليوم لمستوحاه من قصه حقيقيه من 1825. اخوان سبسكريبشن ضروري، فعلوا الجرس وخليونا لايك وكومونتير باش وقت ما نحن شي فيلم جديد يوصلكم. وتحياتي الاخوان.